هل البراند الشخصي اقوى ولا براند كشركه اقوى؟ ما تفرقش طبعا، ممكن البراند الشخصي يكون اقوى وممكن البراند العام يكون اقوى. هي الفكرة كلها في اساسيات الادارة وفي علم الادارة اللي يخلي عندك سهولة ومرونة وسيستم بيدير لك كل حاجة، وتقدر انك انت من خلاله تبني قاعدة عملاء، وتقدر انك انت من خلاله توظف ناس تحتيك. لكن معظم وده مش كل، لكن نقدر نقول 90% البراند بيبتدي شخصي، ثم بفرد، ثم بفردين، ثم بتيم، ثم بتيمين، ثم بثلاثة، ثم لكل واحد متخصص في حاجة، ثم انك انت ممكن تكون صاحب بيزنس وجايب مدير بيدير لك شركتك. لكن هي في الاساس بتبتدي شخصي، او هي في الاساس انت اللي بتديها بنفسك وانت اللي بتتحمل كل حاجة بنفسك. لكن هل تقدر تقول ان ده انجح او ده انجح؟ هو 90% البراند بيكبر، فلما بيكبر مع الوقت بيحتاج ناس اكتر تدير مهام اكتر، لان الشغل بقى صعب عليك. لكن الخلاصه كلها ممكن يكون براند شخصي بالنسبه لك ناجح، لانه بيغطي لك الفلوس اللي انت محتاجها وعامل نجاح على المستوى الشخصي. بس غالبا انت بتحتاج انك انت تكبر.